السلام عليكم متابعي ومتابعات قناة قصص بوليسية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وجرائم بوليسية. بدون إطالة عليكم نبتدئ بسرد أطوار وتفاصيل جريمة اليوم. في سنة 2003 بمدينة الدار البيضاء واحد السيدة مزوجة وعندها ولد وبنت. الزوج ديالها متقاعد وساكنين في واحد الدار في واحد الحي الشعبي، وهاد الدار هادي اللي ساكنين فيها هما ساكنين برومير وعندهم السفلي كريم لواحد السيد كاري عندها هو الزوجة ديالو ووليداتو. هاد السيدة هادي كيف قلنا عندها بنت وولد. هذاك الولد في عمره تقريبا ديك 22-23 سنة، ولكن هاد الولد هذا ماشي طبيعي، يعني هو من هادوك الناس دوك الشواذ او ما يسمون بالمثليين. هاد الولد هذا كان كيلبس ملابس النساء، كيدير العدد ديال النساء كيما كيدير تا هو المكياج واحمر الشفاه وطلاء الاظافر، يعني بحال البنات. وهاد الناس راه كلشي كيعرفهم، هاد النوع ديال الناس نسال الله العفو والعافيه على ايين. هادوك الناس هادوك الجيران ولادهم صافي تعودوا على هاد الولد، عرفوا كيفاش داير طبيعته، ما بقاش كيجيهم شي حاجه اللي غريبه، كيتعاملوا معاه كانه بحال كجميع الناس. ولفوه هكاك. واحد النهار هاد الولد هذا جاي باغي يدخل للدار ديالهم، هو يتلاقى عند الباب ديال الدار مع داك السيد اللي كاري عندهم. السيد اللي كاري عندهم في السفلي قال ليه السلام عليكم. السلام. هذاك الكاري قال ليه صاحبي اجي نهضر معاك عافاك. بالفعل جا عنده قال لي مرحبا. قال لي دابا انت راجل وداير في راسك هاد الحاله هادي ماشي حشومه، واش ما كتخافوش الله وهادشي راه حشومه وهادشي راه حرام كذا. بدا كيهضر معاه باسم الدين والنصح والارشاد. قال لي دابا انت راك راجل، دير اللي درتيها تبقى راجل، ما يتبدل فيك والو. ولكن هذا الولد هذا ما تقبلش هاد الهضره. قال لي انت ماشي سوخك وانا حر في راسي، وشكون انت اللي تقول لي هاد الهضره هادي؟ وترفعت الاصوات بيناتهم، تزيدوا في الهضره، تجمعوا عليهم الناس. نزلت ام هذاك الولد قالت لهم شنو كاين هنايا. الولد قال لمو هاد خاين هذا يهز حوايجو ويخرج ويمشي علينا في حاله، ما يبقاش كاري عندنا. حتى هي قالت لي انت سيدي ماشي سوخك في ولدي، هو حر في حياته وانت حر في حياتك، ما عندكش حق تهضر معاه نهائيا وما عندكش حق تجرأ عليه. وقال لي انا لا راه هضرت معاه باداب وقلت لي اعطيني دقيقه من وقتك، وهضرت بيني وبينه، ما كان معنا حتى شي حد ونصحته لوجه الله. ولكن الام الولد قالت لي شوف سيدي، حنا هاد الهضره ما عندنا ما نديرو بها، دابا سيدي تهز حوايجك وتخوي لي المحل وسير الله يعاونك. قال لي مرحبا نخوي لك محلك. وبالفعل داز تقريبا واحد يومين، السيد هز الحويجات ديالو ووليداتو وخوى ليها المحل ومشى كرا واحد الشقه، ولكن كرا في نفس الحي. وانا شنو غادي يوقع؟ داز تقريبا على هذا الموضوع هذا شي اسبوعين. واحد الليله هذاك الولد اللي ولد هاد السيده هذا اللي كيف قلنا يعني شاد جنسي بهذا المعنى، واحد الليله مع شي 9 ديال الليل هبطات الام ديالو غادا خارجه من الدار غادا تقضي شي غرض، حتى كتلقى ولدها طايح عند الباب، طايح مقتول. السيده تصدمات، كيبان ليها ولدها الجثه ديالو تشوهات، مضروب بعده طعنات كثيره في الجسم ديالو، الملابس ديالو كلها تلطخات بالدماء، بدات كتغوت. خرجوا شي جيران من تما، نزل الزوج ديالها وبنتها شعلوا واحد البوله ديال باب الدار، وحتى هما شافوا داك المنظر الموهل، شافوا الولد يعني كله دم، ضربات كثيره في الجسم ديالو. وهنا نشير لواحد النقطه، هي ان هاد السيده هادي ام الضحيه كيف قلنا عندهم الدار ديالهم، ولكن هاد الدار هادي جات في واحد الزنقه داخله شويه، يعني ما جاتش على الشارع الرئيسي، والاناره ديال هذاك الاعمده الكهربائيه كان غير واحد العمود كهربائي واحد اللي كاين تما قدامهم في هذيك الزنقه. ومن غريب الصدفه ان هذيك البوله ديال هذاك البوطو خاسره، ماشي علاش. على اي الجيران خبروا البوليس بان واحد الولد عثروا عليه مقتول قدام باب الدار ديالهم. وبالفعل حلوا العناصر الشرطه القضائيه لعين المكان، مرفوقين بعناصر ديال مسرح الجريمه او التشخيص القضائي انذاك. وفي عين المكان تقدمت عندهم الام الضحيه، قالت لهم سيدي هذا راه ولدي. ايوا وشكون اللي اكتشف الجثه ديالو؟ قالت لهم سيدي انا اللي اكتشفتها، كنت هابطه نمشي نجيب شي صخره، حتى كنتفاجئ بولدي مرمي هنا عند الباب. واخا مزيان. البوليس بحسب محضر المعاينه في اطار معاينه بعين المكان والضحيه كيلقاو بان الولد فعلا فيه اثار طعنات كثيره.
وهذا الشيء كيبان من خلال اثار الدماء اللي كانت على الملابس ديالو كلها ملطخه بالدم. بمعنى هذا الولد هذا تسدات ليه طعنات كثيره في مختلف مناطق الجسم ديالو، يعني كان تنكيلو تشويه ديال الجثه. ولكن النقطه اللي غادي تثير المحققين في علم المكان هو ان الضحيه لابس واحد سروال جين وواحد سبادري في رجليه، ولكن الفوق لابس غير واحد بيل خفيف. مع العلم ان هذه الجريمه هذه وقعت في فصل الشتاء في الاخر ديال ديسمبر، وهذا الوقت هذا كيكون البرد. ما يمكنش هذا الولد هذا يكون كان لابس البيل. سولوا الام ديالو قالوا لها واش هذا الولد هذا كان في الدار؟ قالت لهم لا سيدي راه كان خارج. ايوا خارج هكا ما كان لابس لا جاكيت لا والو؟ قالت لهم لا سيدي راه كان لابس واحد جاكيت كوير كحله. عطاتهم النوع قالت لهم كويره كحله. ايوا ما عرفتيش فين كانوا مع من؟ قالت لهم لا سيدي ما عرفتوش فين كان. وهنا طرحوا البوليس واحد الفرضيه، قالوا واش هذا الولد هذا تقتل قدام الدار ديالو او تقتل في شي بلاصه اخرى وجابوه رماوه هنايا. ولكن الا افترضنا بان هذا الولد قتل هنا، واش لما باغتوا القاتل او القتله ما غاديش يكون غوت؟ ما غاديش يكون شي واحد سمعوا في الجيران كيقولوا ودي ما سمعنا والو، ما سمعنا لا صداع لا غوات لا والو. اذا هذا الولد هذا ما تقتلش هنايا، وهذا احتمال كبير لانه كيف قلنا حتى الجاكيت ديالو ما لقاوهاش معاه تما. ميمكنش القاتل غادي يجي يقتلو قدام باب الدار ديالهم وياخذ ليه الجاكيت. خاصه ان عناصر ديال المحققين انتبهوا لواحد نقطه اخرى اللي كانت في الجسم ديال الضحيه، هي ان في اليدين ديالو يعني في المرافق ديالو كاين اثار الضرب. يعني الولد تعرض للتعذيب والتمثيل بالجثه، وتبين بان الوسيله اللي استعملت في التعذيب ديال هذا الولد ماشي غير السكين بوحدو، بل كاين اثار العصا. وهذا دليل قوي بان الضحيه ما تقتلش قدام الدار ديالو. على عين خداو البوليس اقوال ديال الام ديالو وبعض الجيران تما، جات سياره نقل الاموات نقلات الضحيه مستودع البلدي للاموات في انتظار عرضه على الطب الشرعي من اجل تشريح الجثه ديالو واعطاء صوره واضحه على سبب الوفاه. والغد لي رجعوا البوليس عند والد الضحيه، قالوا لي مودي راه واحد يومين وغادي نسلموكم الجثه باش تدفنوها، كنتسنوها غير تعرض على الطبيب الشرعي، عطينا النتائج ديال الخبره، نتائج ديال الاوتوبسي ونسلموها لكم. دابا الله يجازيكم بخير، بكامل الميت خساره واللي عطاه الله عطاه. دابا خصنا نتوصلوا للجاني او الجنات في اقرب وقت. وسولوهم قالوا لهم واش ما كتشكوش في شي حد؟ كيقولوا اسيدي الصراحه ما كنشكو في حتى شي حد، لان هادشي اللي وقع للابن ديالنا ما عمرنا كنتوقعوا يكون بهذه الحده هذه. ايوا شنو ما عمر ولدكم تخاصم مع شي حد ولا كانت عنده شي عداوه مع شي حد؟ الام قالت لهم ودي راه دابا شي تقريبا شي 2 ديال الاسابيع كان عندي واحد السيد كاري عندي هنا في السفلي وتخاصم مع ولدي، تزيدوا في الهضره وفي شي نقاش في واحد الموضوع، وانا سيدي ما بغيت لا مشاكل لا والو. قلت ليه سيدي عافاك هز حوايجك وخوي ليا محالي، لانني عرفت لا بقى هنايا غادي دائما يتخاصم مع ولدي يبقى يلوحوا الهضره بيناتهم. وبالفعل قلت لهم داز تقريبا واحد يومين وخرج عطاني السارود ديالي ومشى، وراه مشى كرا الدار فلان غير هنا نيت في الدرب. ايوا علاش تخاصموا؟ قلت لهم سيدي راه ما كان ما نخبي عليكم، راكم شفتوا كلشي على عينيكم، راكم عارفين اللي كاين. ولدي راه كان مريض يعني من دوك المثليين بهذا المعنى هذا، وهذا السيد هذا اللي كان كاري عندي كان قال لي انت راك راجل ما خصكش تكون هكا. ولدي ما لم يستسيغ هذا الكلام، ما تقبلش منه هذه الهضره هذه وهذا الاسلوب، وتزيدوا في الهضره وتخاصموا. مزيان مشاو البوليس عند هذا السيد هذا الدار اللي كاري فيها، خرجت عندهم مرته قالت لهم سيدي راه ما كاينش راه خدام. قالوا لي يا راجل كيفاش خدام؟ قالت لهم سيدي راه خدام في واحد الصناك، ونعست لهم المكان اللي فيه داك الصناك ومشاو عندو البوليس. وبالفعل لقاوه في هذاك الصناك تمايا. السلام عليكم. السلام، انت هو فلان؟ قال لهم يا سيدي هو انا، ياك ما كاين باس؟ قالوا له عافاك واحد الساعه من وقتك شي اسئله ورجع. قال لهم واخا مرحبا ومشى معاهم. في الكوميساريه سولوه قالوا لي في خبارك بعد هذاك الولد اللي كنتي كاري عندهم راه لقيناه مقتول؟ قال لهم سيدي في خباري لانني ساكن في ذاك الحي، معلومه تكون في خباري. مزيان ايوا انت كنتي كاري عندهم؟ قال لهم تماما. ايوا شنو كان وقع بينك وبينه؟ دابا تقريبا شي اسبوعين وخرجتي من الكرا. قال لهم سيدي فعلا انا واحد المره شفت هذاك الولد
كانت هذيك هي اول مره نشوفه، لان ديك السيده ما كريتش عندها بزاف، ما عمرنيش عندها داك الولد. حتى لذاك النهار شو غادي طالع تما، قلت لي عافاك نهضر معاك، وقلت لي بان هاد الحاله هادي راه ماشي حاله الرجال، خصك هادي وهادي وهادي، ونصحته للوجه الله. ساعه ندموني لا هو ولا الام ديالو. الام ديالو قالت لي طلبت مني نخوليها محلها، هادشي اللي كاين. قالوا لي والبارح فين كنتي في العشيه؟ قال لي انا البارح كيف شفتوني راني خدام في الصناك، وراه كنسالي بعض المرات حتى ل 10 ل 10 ونص ل 11 ديال الليل، والبارح راه بقينا خدامين حتى ل 10 وسدينا المحل ومشيت لداري مباشره. مزيان. هاد السيد هذا كيقول بانه البارح في هذيك الوقيته كامله دوزها في الصناك، بانه سال حتى ل 10 ديال الليل وسد ومشى لدارهم. خلاوه تما في الكوميساريه ورجعوا للصناك يسولوا مع السلوى الخدمه البارح. كيقولوا دوك الدراري اللي خدامين معاه سيدي راه سالينا مع شي 10 ل 10 وثلث تقريبا، سالينا سدينا المحل. ايوا فلان بقى خدام معكم؟ سيدي راه بقينا خدامين حتى خرجنا كاملين، خرجنا مجموعين. مشاو الزوجه ديالو حتى هي اللي قالوا لها راجلك معاش دخل البارح للدار، قالت لهم ماشي 10 ونص تقريبا. هنا نمشي لواحد النقطه، هي ان البوليس لما تخبروا بالجريمه وحلوا بعين المكان راه الوقيته كانت مع 9 ديال الليل. اذا هاد السيد هذا في هاد الوقيته هادي راه كان في الصناك خدام، بحسب ما صرحوا به الناس اللي خدامين معاه، اللي كيقولوا سيدي راه حنا سالينا حتى ل 10 وخرجنا كاملين. اذا هاد السيد هذا ما عنده حتى شي علاقه بالجريمه، وتم اخلاء السبيل ليه لانه ما متورطش، وكاين ما يوحي وما يفيد بانه هذيك الوقيته كان خدام. ولكن يا ترى شكون اللي قتل هذا الولد هذا؟ شكون اللي عنده مصلحه يقتلوه؟ هنا تقرير الطبيب الشرعي اكد لهم بان الضحيه تعرض للتعذيب، تعرض لطعنات كثيره تسدات ليه في الجسم ديالو في جميع مناطق الجسم، بل اكثر من ذلك. والصادم في التقرير هو انه كيأكد لهم بان الضحيه تعرض لهتك العرض، وقال لي ودي هذا راه اعتداء خطير جدا. ولكن واحد القضيه اللي خلات الطبيب الشرعي يستدعي العناصر اللي مكلفه بالبحث يحضروا عنده ويشوفوا بالجثه ديال الضحيه بعينيهم، هو انه لاحظوا وجود اثر الوشم على الدار ديال الضحيه. الدار ديال الضحيه فيه الوشم، كذلك البطن ديالو، يعني كان اوشام. وهذا الوشام هذا بحسب ما صرح به الطبيب الشرعي قال لي هذا الوشام هذا يلاه دار يلاه توشم، وما يمكنش الضحيه غادي يوشم في الدار ديالو هذا الوشام كامل. اذا هادو شي عصابه او هذا شي حد اللي وشم ليه هذا الشيء هذا. ربما الامر كيتعلق باختطاف، ممكن. على عين هنا البوليس استدعوا الاب الضحيه والام ديالو مره اخرى للكوميساريه وقالوا لهم ودي ولدكم راه تعرض لأسوأ اعتداء، راه قضيه خطيره جدا. واش هذا ولدكم ما كان عنده حتى شي مشكل مع شي حد، او نتوما كان عندكم شي مشكل مع شي واحد وانتقم منكم؟ كيقولوا سيدي راه ما عندنا حتى شي مشكل مع شي حد. واخا هذا ولدكم هذا عنده شي صحابو؟ كيقولوا سيدي راه عنده صحابو. وبالفعل البوليس توصلوا لواحد الجوج اصدقاء ديالو اللي هما بحالو شاواد، ولكن كيصرحوا بانهم ما تلاقاوش مع الضحيه بهذاك النهار نهائيا. هذاك النهار وهذيك الليله اللي تقتل فيها كيقولوا سيدي ما تلاقيناش معاه. ايوا صاحبكم مات مقتول، واش حتى شي حد فيكم ما عارف شي معلومه اللي تقدر تساعدنا في البحث؟ وهنا شنو غيوقع؟ واحد منهم قال لي سيدي انا اللي عارف ان صاحبي في ذاك النهار وراه كان مع واحد السيد صديق ديالو، كان عنده واحد اللقاء معاه. شنو هاد النوع الصداقه اللي بيناتهم؟ شنو نوع هاد اللقاء وفين تلاقاو؟ وقالوا حنا ما كنعرفوش شكون هاد السيد، هو غير قال لنا بان داك النهار ما يتلاقاش معنا لانه يتلاقى بواحد السيد. اذا من خلال هضرتهم راه باين نوع الصداقه كيف دايره. السيد مثلي راه باين اللقاء ديالو مع من وفين، راه كلشي واضح. ولكن هاد الجوج هادو كيقولوا حنا ما عرفناش معاه من تلاقى، هذا اللي تلاقى معاه ما كنعرفوش حنايا. لاحظوا واحد القضيه، هي ان واحد من هاد الجوج دراري هادو صحاب الضحيه واحد فيهم في اثار الوشم في اليد ديالو. قال لهم واحد البوليسي طلع ولدي التريكو نشوف يديك. وبالفعل كيبان وشام كبير في اليد ديالو ديال هاد الولد هذا. قال لي قول لي يا ولدي شكون اللي وشم لك في يديك؟ قال لي هاد الوشام راه قديم، راه شي عام دابا اللي درتو. قال لي انت اللي وشمتيه؟ قال لي لا. قال لي واحد الولد هو اللي كيوشم لينا، كيمشيو عندو كيوشم لينا، كنخلصوه كيوشم لينا. قالوا لي شنو سميت هاد الولد؟ قال لهم سميتو يحيى. هو حلا. قالوا لي واش هاد الولد هذا كان كيعرف حتى صاحبكم الضحيه؟ كيقولوا سيدي راه حتى هو كان كيعرفو. واخا مزيان. قالوا لي تعالوا غادي توريونا هاد الولد فين كاين، هاد الحلاق هاد يحيى فين كاين.
وبالفعل مشاو معاهم للدار ديالو ديال هذا الولد هذا، لقاو عليه في دارهم، خرج عندهم السلام عليكم السلام، قالوا لي ولدي انت اللي وشمتي لهذا الولد؟ قال لي اييه، ولكن راه شحال هادي؟ ايوا وفين كتوشم ليهم؟ انا في الدار عندكم. قال لهم انا في الدار، ولكن هنا داك الولد اللي جا مع البوليس قال لهم لا سيدي ماشي هنا، ما كيوشمش لينا هنا، كيوشم لينا في الصالون ديال الحلاقه، تما فين كيحلق الناس في الصالون ديال الحلاقه، ماشي هنا في الدار. هنا هاد الولد هذا قالوا ليه كلم لنا شي واحد من الدار ديالكم هو يخرج باه. قالوا لي سيدي واش ولدك كيجيو عندو الناس هنا للدار يوشم ليهم؟ قال لهم لا سيدي ما يمكنش انا نسمح هادشي في داري، ما يمكنش نخليه يكون هادشي في داري. وقالوا لي انت دابا علاش كتكذب، كتقول بانك كتوشم الناس هنا في الدار؟ الدري سكت، قال لي سمع باك كيقول ما يسمعش بهادشي، وهم الدراري كيقولوا بانك انت كتوشم ليهم في الصالون ديال الحلاقه. زيد ورينا هاد الصالون هذا اللي خدام فيه انت، وإحنا غادي نعرفوا علاش الولد ما بغاش يديهم للصالون. وبالفعل مشى معاهم ورافقهم حتى دوك جوج صحاب الضحيه. وهنا كانت واحد المفاجاه، لما دخلوا البوليس هذوك الصالون ديال الحلاقه لقاو واحد جوج دراري اخرين حتى هما حلاقه خدامين في داك الصالون. بداو البوليس كيقلبوا هنا وهنا باش يحزوا دوك المواد اللي كيوشموا بها. في واحد اللحظه واحد من هذوك الولاد اللي جاو مع البوليس، هذوك الشواد، قال البوليس يا سيدي هذيك الجاكيت الكوير اللي لابس داك الولد لابسها واحد من هذوك الحلاقه اللي خدامين في الصالون. قال لي مرا ديال صاحبي الله يرحمه. قالوا لي واش انت متاكد؟ قال لهم انا متاكد بلي مرا راه فيها واحد في واحد التقطيعه واحد الشرقه صغيره في الكتف. قالوا لي اجي انت ولدي منين جاتك هاد الجاكيت؟ قال لهم ديالي. ايوا ديالك منين جاتك، منين شريتيها، شكون عطاها لك؟ قال لهم شريتها. من عند من شريتها؟ قال لهم شريتها من القريعه. ايوا ولكن شريتيها هكا فيها التقطيعه هادي في الكتف؟ قال لهم لا يلا تقطعت لي دابا شي اسبوع. واخا ماشي مشكل، يلا ورينا من عند من شريتيها. وهنا الولد توضع عليه الحد، اللبسه ديالو والضحك ديالو والتلاعبات ديالو، كيسحب ليه راسو راه يقول للبوليس شريتها من القريه، ويقولوا ليه مزيان. قالوا ليه ورينا منين شريتيها. وقال لهم حكا راه باش غادي نعقل من عند من شريتها، راه شريتها شحال هادي. ودابا قالوا لي انت كتضحك علينا. وتما في الصالون حقوا معاهم كاملين، لانه كان ما يوحي بانها كاينه شي حاجه ماشي هذيك. الولد قال لهم حق، قال لهم حقا انا كنوشم الدراري في الدار، وهو تبت بانه هو كيكذب كيوشم الدراري في الصالون. هذا الولد هذا لابس الجاكيت ديال الضحيه كيقول بانه شراها من القريعه. ملي قالوا ليه زيد ورينا منين شريتيها قال لهم حقا راه ما بقيتش عاقل، اذا كاينه شي حاجه ماشي هذيك. تما بقوا معاهم البوليس في الصالون وتحاصروا كاملين. هما كانوا ثلاثه ديال الناس خدامين في داك الصالون، هما يعترفوا بانه هما اللي قتلوا الولد، هما اللي قتلوا داك الولد. وحول تفاصيل ارتكابهم لهذه الجريمه كيقولوا يا سيدي احنا بصراحه ديك الليله جا عندنا داك الولد، جا عندنا للصالون، موالف كيجي عندنا للصالون، ماشي عاد حنا عرفناه، موالف كيجي عندنا كيقصر معنا كذا وكذا، نتوما عارفين نوع الصداقه اللي تكون بيناتهم. وخلصنا باش نوشموا ليه. ايوا فين وشمتوا ليه؟ هنا في الصالون. كيقولوا لا سيدي مشى معنا للدار ديال واحد من هذوك صحابو تما وشموا ليه وشربوا معاه. كيقولوا شرب معنا وكما معنا. سيدي وقع اللي وقع، مني شربنا ضربناه. اذا هاد الولاد تعرفوا بانهم تكرفصوا على الولد واغتصبوه هما ثلاثه، اعترفوا. ومن بعد سيدي عرفنا بانه مات، ونزلناه للطوموبيل ديال الاب من واحد من هذوك الولاد، كانت عنده الطوموبيل ديال باه. هزوا الولد رموه حدا دارهم وزادوا. بطبيعه الحال اعاده تمثيل الجريمه عطات تفاصيل كثيره وتفاصيل اوضح حول ارتكابهم لهذه الجريمه، وتبين بانهم كانوا مخططين لهذا الشيء هذا، خطوا ليه من قبل واتفقوا على هذا الشيء اللي وقع. دليل على ذلك هي انهم ما وشموش للدري في صالون الحلاقه بحال الناس. هم اختاروا المكان الامن بالنسبه لهم وهو الدار. قالوا نمشيو نديو للدار وتما نديرو فيما بغينا. كانت هذه تفاصيل واطوار جريمه اليوم، جريمه نكراء. تحروا محاضر رسميه في حق هاد المجرمين وتقدموا العداله وتحكموا بالسجن المؤبد. قلت العقل كارثه. المؤبد يعني الحرمان من الحياه. وعلاش؟ على والو. السبب اللي خلاهم يديروا في الضحيه هاد الحاله هو الجنس بهذا المعنى وبكل بساطه، وهذا الشيء كلفهم السجن مدى الحياه. وهذا الشيء صرحوا به في المحاضر ديالهم، هو انهم كان عندهم اتفاق بانهم يستغلوا جنسيا. بطبيعه الحال الضحيه رفض. بطبيعه الحال لما الضحيه رفض ضربوه قتلوه بكل بساطه.
بحال ما وقع والو. المهم هو ياخذوا داكشي اللي بغاو يا بالدراع يا بالخاطر، ولكن هادشي هذا كلفهم السجن مدى الحياة، السجن المؤبد. بحال هاد النوع هو اللي كيفكر غير حد رجليه، كيشوف غير حد رجليه. اما كون فكر شي نهار يمكن يتحكم بالمؤبد، ما كنظنش بانه يقدر يدير هاد الحاله هادي ويدير هاد الكارثه. نسال الله العفو والعافيه. والى هنا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا الى اسطر هذه المسطره. نشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.